شفتوا هاي الصورة مو؟ تعالوا أحكي لكم قصة قصيرة. في كتاب العراقي يتكلم المؤرخ حنا بطاطا بفصل كامل عن كيفية تحول عبد الكريم قاسم لزعيم أوحد، أو بالعراقي حامي عرضنا. وأكيد هي مو دقمة وانداست، إنما الموضوع كان له هواية أسباب وعوامل ممكن تقراها بنفسك إذا تحب، لكن بهالفيديو راح نركز بالأسباب اللي تخصنا إحنا كشعب عراقي. فاسمع هاي القصة. السياسي محمد حديد اللي هو أبو المعمارية زوها حديد يذكر إنه هو وعبد الكريم قاسم كانوا حاضرين مؤتمر للمحامين في فندق بغداد عام 1958. فبدأ المحامين يهوسون لعبد الكريم قاسم والكل يصيح عاش الزعيم ويحيى الزعيم ومن هالحكي. فعبد الكريم قاسم بعد ما سمع هاي الهوسات من الناس يعتبرون من نخبة المجتمع العراقي التفت لمحمد حديد وقال له أبو هيثم أخشى فعلا أن يصيبني الغرور، أو بالعراقي خايف ليسووني دكتاتور. إذا المحامي المتعلم هيك يهوس لعد بقية الشعب ايش كان يسوي؟ سؤال مهم وشوف بنفسك. اللي دا تقرأها هسه يا خويني هي لائحة بالألقاب اللي أطلقها الشعب العراقي على عبد الكريم قاسم: قاهر الاستعمار، قائد الدنيا الجديدة، عملاق العالم الجديد، معجزة القرن، وحش فيجا بودو بودو. لا يا معود، هاي مال فائق. التصفيق والتهليل والهوسات هاي يا صديقي هي نفسها اللي صنعت الدكتاتور صدام حسين بقاعة الخلد بعد ما صفق الرفاق على اعدام رفاقهم. ما يكفيكم اللي بقى بالقاعة من لحزب البعث العربي الاشتراكي؟ وهي نفسها اللي جاي تنقال بوقتنا الحالي لهواة شخصيات سياسية وإعلامية. فعزيزي الشاب العراقي، قبل لا تاكل حلاوة باثنين يديك حاول لا تهوس وتصنع دكتاتور جديد.